السلام عليكم ورحمة الله، عواشر مبارك على الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا قريشلات اللي هما حلوين، كيجيو رائعين وكيجيو ساهلين في التوجد. بقاو معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. غادي نحتاجوا ليهم هنا 3 ديال البيضات، عندي هنايا كاس ديال سنيده فيه قبيصه ديال الملحه، عندي هنايا الزنجلان ما محمرش، عندي هنايا النافع تقريبا عندي 2 معالق كبار النافع، ونص كاس صغير ديال الزنجلان، عندي 4 كاس ديال العنبه ديال ما الزهر، وعندي كاس لاروب ديال الزيت ديال العنبه، عندي هنا نص كيلو ديال الطحين، عندي خماره وعندي فانيا. غادي نبداو اول حاجه غادي نجيبو كسريه اولا اناء فاش غادي نخدمو، غنديرو فيه السكر والملحه والفاني. صافي انا غادي نجيب هنا فوي هي اللي غادي نخدم بها. غادي ندير هنايا البيض غنضيفو عليهم، من بعد غادي نخدمو مزيان حتى يذوب ليا السكر. ضروري هاد المرحله باش الحلوه ديالنا اولا القريشلات اولا اي حاجه ما كيبقاش هذوك الحبيبات السكر كيخسروا من العجين ديالنا. من بعد غادي نضيف عليها الزيت، قلنا كاس لاروب ديال العنبه الزيت، غنحركوها حتى هي مزيان حتى يتجانسوا لنا كاع المكونات اللي عندنا. من بعد غادي نضيف عليها 4 كاس ديال ما الزهر ديال العنبه، غنضيف هنايا الزنجلان ونضيف هنايا النافع حتى هو. غادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نبدا كنضيف الطحين هنا عندي على حسب الخليط، درت هنا نص كيلو. ممكن لكم بغا تحتاجوا تقدروا تحتاجوا اكثر او لا اقل، يعني ما تضيفوش كله دقه واحده باش ما يخسرش لكم الحلوه. الا ضفتوه دقه واحده تقدر تجيكم قاصحه. كنبداو نضيفو بشويه حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. كنضيفو خماره، ممكن لكم تدبلوا المقادير باش تحصلوا على كميه كبيره، ولكن حتى نص كيلو ديال الطحين تعطينا كميه كبيره ديال القريشلات. وبهذه الطريقه اللي غنعطيكم كيفاش توجدوه وتقطعوه، ما غاديش تبقاو تعكزوا عليهم وما غاديش تكون فيه تماره، ماشي بحال اللي كنشدوه تبقاو تنحربلوه ونديروه بالمقص. هذاك تيشد لينا الوقت وكيشد لينا اليد وكيعيا فيه الواحد صراحه. هاد الطريقه هذه ساهله بزاف. صافي كنبقى هكا هنايا حتى كندخل الطحين تقريبا خليت منه 2 معالق كبارين من نص كيلو. صافي هنا غادي نجيب الكويرات نتاع العجين وغادي نبدا كنحربلهم. غادي نجيب طبسيل غادي ندير فيه ورق ديال الزبده وغادي نحطهم فوق منه، غادي ندخلهم الفريغو. نكمل الكميه كلها وندخلها الفريغو نخليهم حتى يقصحوا، عاد غادي نخرجهم وغادي نوريكم الطريقه كيفاش نقطعوهم وكيفاش نحطهم في الطاوله. صافي هنا من بعد ما خرجناهم استفناهم هكايا وجبنا موس يكون ماضي، كنبداو تنقطعوهم دقه واحده. ممكن لكم درت انا هنا 4 ديال الحرابل، ممكن لكم ديروا 6 ديروا اكثر. صافي غادي نجيب انا هنا شويه ديال الطحين. كتعرفوا المكان ديال التصوير مع الاضاءات يكون سخون لان كيبدا كيذوب لنا العجين. نتوما ما تحتاجوش، نتوما كيف غتقطعوا غادي ديروهم في الطاوله، ما تحتاجوش ديروا لهم الطحين. انا غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي. الفران شعلته على درجه 200 الفوق والتحت. غادي نخليو ندخلوا ليه الطاوه ديالنا حتى كيطيبوا مزيان حتى كيبداو كيتحمروا. من بعد كنقصوا عليهم الفران اولا كنطفيو الفران ونخليهم كيتحمروا. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كنطيبوا كاع القريشلات كلهم اللي عندنا، ما كنحمرهمش مزيان حتى كيوصلوا للدرجه اللي غتشوفوها عندي، لا غنخليهم غير شويه يتحمروا غير شويه. من بعد غنجمعهم كلهم في طاوه واحده وحتى كنساليو الطياب كنخشيوهم في الفران وكنطفيو عليه وكنخليهم كيشربوا ديك السخونيه ديال الفران باش كيجيونا مقرملين وداخلهم الطياب لداخل وكيجيو مقرمشين كيجيو لذاذ. بهذه الطريقه هذه هي الطريقه القديمه اللي كانوا كيديروا فيها. كاين ناس اللي كيديروا اضافات هما كيجيو زوينين، ولكن درت لكم طريقه سهله واقتصاديه يعني غير مكلفه لتا واحد. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. وإلا عندكم شي اقتراحات ديال فيديوهات اخرين بغيتو نديرهم لكم خليهم لي في التعاليق. نتلاقاو في فيديو اخر جديد. عواش مبارك على الجميع، والسلامه.